بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مغربنا العربي الكبير فيه نجحت عملية زرع الفتنة، فتنة الحروب والانقلابات، وجاء الخريف العربي من بعد ما توهموا العرب أنه الربيع العربي. كل شعب قتل شباب وصبيان بسلاحه، أطاحوا بالحكام والأنظمة، والنتيجة خير شاهد على الواقع المر اللي هو في صالح أعداء وحدة المسلمين والعرب. لكن والحمد لله رب العالمين هاد المصائب ما طراتش في المغرب والجزائر. من هنا جات فكرة الشياطين في زرع الفتنة ما بين الشعبين الأخوين، والخطة للأسف سارية المفعول. الحرب الكلامية على أوجها في الإعلام والمواقع الاجتماعية وغيرها، ولا استمر الحال هكذا بلا شك غادي تطور الأمور للي لا تحمد عقباه. المغربي يعمي خوه الجزائري، والجزائري بدوره يعمي خوه المغربي، ونعيشوا بزوج في ظلمة الحروب، تضيع طاقتنا في تخريب بعضنا البعض. وهذا هدف العدو اللي غنحلوا ليه الباب ويفرض قوته علينا، اللي باتحادنا عمره ما كان يقدر. المهم الأهم اليوم نوحدوا قوتنا، نعرفوا عدونا، قدامنا الكثير من تحديات التنمية، نعيشوا إخوة تحت راية الإسلام، نغيدوا العدو بعيد عن الحسابات السياسية اللي هي من اختصاصات الحكومات. أما احنا كشعب وناس مواطنين عاديين نبتعدوا عن الغل والكراهية، لأن السب والقتال ما بين الإخوة أكبر رمز للجهل. هذه رسالة بغيرة أخوية إسلامية مغربية جزائرية تخاطب العقول الحية والقلوب النقية اللي أمالها وحدة عربية قومية وطنية، حتى إذا كانوا مشاكل يكون حلها بأسس مبنية على طرق سلمية حضارية واعية عقلانية. والحفاظ على السن لحياتنا وحياة ولادنا أسمى مسؤولية.